انت كنت عشمان ان انت تكسب البرازيل او تتعادل. يعني انت بتلاقي البرازيل وعشمان انك تكسب او تتعادل. مبدئيا كده فوارق باينه قوي في الملعب وهم متفوقين علينا وبسنين ضوئيه كمان. يعني المهارات الفرديه بتاع لعبتهم باينه على لعبتهم. والدفاع عندنا مشكله، يعني بيترقص في ثانيه. انت هتلعب في كاس العالم هيحصل فيك كده، هتلاقي نفس الليفل ده. ماتش كل حاجه فيه ايجابيه، بعيدا عن النتيجه ده ماتش ودي، فالنتيجه مش مهمه قوي. بعيدا عن الاداء بس ده ماتش، انت بتعرف انت هتلاعب مين في كاس العالم، فانت هتحط له تتدارك الاخطاء اللي انت عملتها دي. اتكلم في شويه الاخطاء ديت وخلاص. انت عندك مصطفى شوبير، بسم الله ما شاء الله عليه، ده رقم واحد. كنت بقول لك يقف في كاس الامم، من اول كاس الامم وانا بنادي وقفوا مصطفى شوبير، وقفوا مصطفى شوبير. وقفنا الشناوي. لو كان مصطفى شوبير واقف في كرة السنغال اللي دخلت فينا جون 1-0 في ماتش السنغال، اللي بالمناسبة خد بطل البطولة لما كسبنا، فاحنا خسرنا من البطل اللي كسب السنغال. اللي كسب السنغال كسبت المغرب. لو كان مصطفى شوبير هو اللي واقف في الكرة دي كان هيصدها. المهم يعني ما علينا. فمصطفى شوبير هو رقم واحد في كأس العالم. دخل التشكيلة قدام البرازيل بأربع مدافعين، وجرأة من حسام حسن بيحاول ان هو يلعب اربع مدافعين زي ما الناس بتلعب. فلاعب حمدي فتحي وياسر ابراهيم. انا بقول لك حمدي فتحي ما ينفعش يبقى مدافع واتنين مدافعين واقفين. يعني هو لو يبقى تالت ماشي، انما اتنين وحمدي فتحي واحد لا. حمدي فتحي ما مش متأسس انه مدافع. مش عارف امتى يغطي وامتى يضغط وامتى يعمل، فهو ما بيعرفش يلعب بدماغه كويس زي المدافعين. فحمدي فتحي مش مدافع. مش مدافع يا كابتن حسام. حمدي فتحي ما ينفعش يبقى مدافع. ديت يعني حاجه مهمه. حمدي فتحي عمره ما يلعب مدافع في خطه فيها اتنين مدافعين. ديت يعني حاجه مستحيل. هتلعب بثلاثه حط حمدي فتحي. انا مش مع انك تلعب بثلاثه، اقول لك تشكيله نفسي نلعب بها في اخر الفيديو. بس لو هتلعب بثلاثه تحط حمدي فتحي. فظهرت الفجوه لما انت حطيت حمدي فتحي في نص ملعب مهند ومروان. مهند اللي كان ما تفهمش، كل ما ياخد الكوره تحسه سرحان، تحسه مش معانا، تحسه مش هنا، تحسه مش هنا. انا فين؟ ايه اللي حواليا وانا فين وبعمل ايه؟ فدي ضغوط في لعبه تتحملها وفي لعبه ما تتحملهاش. انا شايف ان مهند لاشين ما يتحملش انه يلعب في كاس العالم، ما يتحملش ضغوط كاس العالم. يعني انت يعني شايف والله اللي هتلعب دونجا يلعب عليه. دونجا يلعب عليه، لو دونجا يتحمل الضغوط ديت دونجا يلعب عليه. انما مهند غلط النهارده غلطه كارثيه كانت هتسبب جاب جون. وغلطه تانية لما فينيسيوس خدها انفراد من نص الملعب وفتوح ما قدرش يجري وراه. فتوح محتاج له توك توك عشان يجري اللعيبه، حد يرجعه ويطلعه. ففتوح عنده بطء. مهند الكرة قلشت منه فراح لفينيسيوس، راح انفراد على شوبير. شوبير شالها طبعا. نجم الماتش لو هنحط نجم المنتخب هو شوبير. نجم المنتخب هو شوبير. يجي بعده مروان عطيه. مروان عطيه يجي بعد مروان عطيه احمد فتوح. دول الثلاثه اللي عملوا مجهود النهارده في الملعب قدام البرازيل. الثلاثه دول. فانت قلت لك حمدي فتحي ما ينفعش يلعب في خطه فيها اتنين مدافعين. في نص الملعب ما تلعبليش بمهند لاشين ارجوك. مهند لاشين ما يستحملش الضغوط دي. مهند لاشين واضح، خلاص واضح انه ما يستحملش كاس العالم. دي حاجه واضحه على مهند لاشين. ولازم امام عاشور يبقى في الملعب. دي لازم امام عاشور. في الشوط الاول ولا هيثم حسن لعب ولا تريزيجيه لعب. يعني ما فيش اللعب اللي هو خد بصل قدام اطلع يلا روح. لا ما فيش لعب كده. ما فيش لعب كده. انت ما عندكش اللعب اللي يربط بين الدفاع والهجوم. هو امام عاشور ما عندكش. دخلته متاخر حتى. يعني انت تعتمد في المكان ده على على عمر مرموش. كان الاغلبيه بتعمل سويتش بين مرموش وزيكو. زيكو تألق وجاب جون. لكن من وجهة نظري ان امام عاشور يلعب وعلى حساب زيكو. ليه؟ امام عاشور هو اللي هيطلعك من وضعيه الدفاع لوضعيه الهجوم. امام عاشور هو اللي هيفيدك في الاسلوب بتاعك اللي هو الهجمات المرتده السريعه. هو اللي هيفيدك في اسلوب اللعب المباشر. هو امام عاشور اللي هيفيدك في اللعب ده. فامام عاشور وجوده ضروري في ارض الملعب. امام عاشور فلا غنى عن امام عاشور بالنسبه لي. وجهه نظري لا غنى عن امام عاشور. خط الهجوم العب زي ما تلعب. هم كده كده وظيفتهم. انت هتحط لاعب سريع وخلاص، اللي هو يلعب لك تحولات مباشره. انت قدام البرازيل كان في مشكله كبيره، ما عندناش دفاع ومفيش تفاهم بين الدفاع وخط الوسط. وهاني وفتوح الملعب فاتح. الملعب فاتح خالص. هم مهارات فرديه يعدوا واحد على واحد خلاص وصلوا للجول. فدي حاجه لازم حسام حسن يشتغل عليها. ومن الايجابيات ان هو يعرف بقى انه لازم يقفل بقى. لازم يضيق المساحه. مش يقفل دفاعيا. هو كان مقفل دفاعيا ولعب الدفاع ورا ولعب كله دفاع. لا قفل المساحه.
يقفل المساحه. حمدي فتحي ما ينفعش يلعب في خطه فيها 2 مدافعين، هتلعب 2 مدافعين، حط منعم وياسر او منعم ورامي او منعم وحسام. منعم جاهز هو اللي اساسي بالنسبه لي، منعم اساسي على اي مدافع في مصر. لان انت شفت النهارده مع ان ياسر قدم ماتش حلو، بس شفت كان بيترقص ازاي. يعني انت شفت ياسر ابراهيم كان بيترقص ازاي في الماتش اللي قدمه ده. لعب حلو وبرجوله وكل حاجه، بس كان بيترقص جنبه حمدي فتحي اللي ما كنتش تحس انه موجود اصلا. كنتش لا بيسيب مساحات وراه فظيعه فظيعه. يعني مش اداؤه لما كرة تيجي عليه 1 على 1 وحش، لا هو في المساحات، في التحرك بدون كوره، ده مش تحرك مدافع. انا التشكيله اللي نفسي نلعب بيها مصطفى شوبير طبعا، ده رقم 1. قلبين دفاع عبد المنعم ورامي وليس ياسر. بالنسبه لي ياسر ما يجريش. لا يعني مثلا انت هتلاقي دوكو دخل على ياسر، فربنا يستر. فربنا يستر، لان ده ياسر بيلعب مع محمد هاني، لو مسكت دوكو ومحمد هاني وياسر هيعدي برضه. فربنا يستر من بلجيكا في كاس العالم اول ماتش، فماتش صعب. بلجيكا ماتش صعب، بعدها لعب نيوزيلندا. دول ما عندهمش فكره في الكوره، دول ما بيفهموش كوره، ما بيفهموش. يعني شفت لهم ماتشين وديين، لا ما بيفهموش كوره. ماتش نيوزيلندا ده اسهل ماتش انت هتلعبه في، يمكن اسهل من فرق كتير في افريقيا. ماتش نيوزيلندا ده كان اسهل من ماتش سهل. وبعدين ايران الصعبه برضه، ايران صعب. انت تاخد 3 نقط تصعد كافضل دوالي على الاقل، ده اقل واجب، ده اقل حاجه انك تصعد افضل دوالي. ما ينفعش ما تصعدش من المجموعه دي. انت لازم تلعب شوبير طبعا رقم 1، قلبين دفاع عبد المنعم ورامي. مع ان رامي عنده اخطاء، بس في حته اللي هو ايه خفيف عن ياسر شويه. هاني وفتوح طبعا، دي حاجه معروفه. 4 مدافعين زي الناس. قفل في نص الملعب، حط حمدي فتحي ومروان عطيه. لازم حمدي فتحي ومروان عطيه، ده الاساس طبعا، ده اللي تبني عليه. شوف هتحط مين جنبه، يعني تحط مروان عطيه وشوف هتحط مين حواليه. فانت مروان عطيه ده اساسي، وجنبه يلعب حمدي فتحي. ليه قلت لك؟ لان مهند مش في البطوله، مش داخل في البطوله، مش في الاجواء. مهند مضغوط، مهند خايف. قدامهم امام عاشور اللي ينقلك الكوره من الدفاع للهجوم، ما تتفزلكش، حط كده والعب. قدامهم امام عاشور، انت كده هتلعب 4-3-3 او 4-2-3-1، يعني مش فارقه يعني. محمد صلاح جناح، هيثم حسن يدخل بديل، محمد صلاح اساسي. يعني الخبرات بقى، محمد صلاح هو محمد صلاح. مهما مستواه وحش اتفق معاك، مستواه وحش ما بيعملش حاجه، اتفق معاك ما بيعملش، بس يبقى صلاح هو صلاح. ممكن بلمسه تلاقيه خطف، بلمسه جون، بلمسه اسيست. فصلاح هو صلاح مهما مستواه نزل، بس صلاح هو صلاح. على الناحيه التانيه ابراهيم عادل، هتلاعب تريزيجيه يلعبه، بس انا بقول لك ابراهيم عادل عنده حلول فرديه في كاس العالم، عنده يعني هو اللي هيفيدك في المراوغات. 1 على 1 هيعدي ويطلع مرموش يلعب راس حربه طبعا. مرموش يلعب راس حربه طبعا. مع اني مش مع حكايه ان مرموش يلعب راس حربه، بس انت مش واخد راس حربه معاه. يعني مش هقول لك يلعب بحمزه عبد الكريم، يعني لسه صغير ما يلعبش من اول الماتش وينزل تبديله في اخر 10 دقايق ولا حاجه. انما انت كتب عليك مرموش راس حربه، فانت تلعب بمرموش راس حربه. والسويتش اللي انت بتعمله ده يبقى بين مرموش وامام عاشور، او لو تريزيجيه هيلعب مرموش وتريزيجيه. يعني لو تريزيجيه هيلعب فهو يلعب عشان الحته دي، بس تريزيجيه يدخل راس حربه، لان هو الوحيد اللي عنده اللي هو ايه الجناح المباشر اللي هو يخلص لك من منطقه الجزاء. دي الميزه اللي عند تريزيجيه، دي الميزه اللي انا شايفها عند تريزيجيه. ودفاعيا طبعا هيفيدك، هيرجع يدافع. انما صلاح ولا بيدافع، مرموش ولا بيدافع ولا بيباصي. يعني نقطه عايز اقولها على عمر مرموش، باصي يا عم، العب معانا شويه، احنا لعيب الكوره برضه، يعني باصي عادي طلعنا والعب. فيعني عمر مرموش بيحسسك ان الباص حرام. عمر مرموش يعني علامات استفهام كبيره عن اللي هو ما بيبصش، ياخد الكوره عايز يلف ويروح هو لوحده وش على الجول. مميز فيها، مميز فيها، لكن باصي يعني في مواقف كتير كنت تروح كنت تضغط بس ما بصيتش. فده هيتابع على عمر مرموش، باصي يا عمر مرموش. صلاح هو صلاح، مش ما عادش ممتع، ما عادش سريع، بس انت يا صلاح من لمسه تقدر تعمل اي حاجه. من لمسه انت ممكن تخطف لنا الماتش. تريزيجيه استغل مستك، خش في العمق على طول. لما تلاقي حد معاه كوره خش في العمق، خلص من جوه. امام عاشور لازم يبقى فايق، ولازم يتخلص من انانيه هو كمان، لان امام عاشور في سنه انانيه هو كمان لازم يتخلص منها. لازم يلعب الفريق، مش لازم تقول انا الجامد وهات لي عرض يا ابني من امريكا ولا مش عارف منين. لا مش لازم تبقى انت الجامد، لا باص شغل الفريق وهتبقى جامد وهتبان جامد. انت كلمه السر هيكون امام عاشور، كلمه السر هيكون امام عاشور.
اول ما نزل في ماتش البرازيل ادانا يا اخي شكل، ادانا باصات، طلع كذا لاعب. فانت كلمه السر هو امام عاشور، فانت باصي يا امام، العب، اطلع بالمرتدات، انت اللي هيبقى عليك العبء كله في الطلوع بالكوره. فانت باص، ما عندناش غيرك بيطلع بالكوره في القايمه دي كلها، ما فيش غيرك بيطلع بالكوره. فامام عاشور وجوده ضروري، فهو لازم يطلع بالكوره. فدي كلمه نقطه امام عاشور. مروان عطيه مش هقول له يعمل ايه، يعني مروان عطيه ما شاء الله بيدافع، بيطلع بالكوره، بيهاجم، بيعمل كل اللي نفسك فيه. مروان عطية رقم 6 اللي يعمل جول نفسك فيه. في رقم 6 بيعرف يخش ويضغط ويدغدغ بس ما بيعرفش يباص. رقم 6 يعرف يباصي بس ضعيف في الدفاع. لا، مروان عطية في الاثنين بيباصي وبيدافع. يلعب جنبه حمدي فتحي اللي بيدافع بس، من وجهة نظر حمدي فتحي يدافع بس في نص الملعب، اللي هو يبقى الدستروير في نص الملعب حمدي فتحي. وراهم طبعا لازم اللي قلبين الدفاع يركزوا، الفروقات الفرديه واضحه، بيرقصوا لعيبه كاس العالم دي بترقص. انتوا حاجه ما شفتوهاش، انتوا بتلعبوا في الدوري المصري يعني. انتوا ما بيدخلش عليكم جناح اللي هو ياخدكم يمين وشمال. فدي حاجه اول مره تشوفها في كاس العالم، فركزوا. فتوح وهاني على الله ان شاء الله، يعني الاثنين هيطلعوا مش هيرجعوا، محتاج توك توك يرجعهم. فتوح وهاني ربنا يستر منهم، خصوصا كمان في ان هاني عليه توكو فهو اللي عليه اكبر. الماتش مش وحش، محمد هاني ما كانش وحش، لكن في حاجات كتير بيتفزلك فيه، فيقلل فزلكه شويه. يعني اللي هو ايه، العب بالكعب، لا العب زي ما النوب بتلعب بس. فدي التشكيله اللي اتمنى حسام حسن يلعب بيها. والناس بقى اللي تقعد تقول اختيارات حسام حسن، خلاص بقى، يعني خلاص احنا دخلنا كاس العالم، يعني حبوا المنتخب شويه ودعموا المنتخب شويه وشجعوا في كاس العالم. مش كل شويه انت ما خدتش مصطفى محمد، ناس لسه بتتكلم على الاختيارات لحد دلوقتي يا جدعان. خلاص المنتخبات كلها، كل المدربين لما بتختار كله بيسمع ويسكت، كله بيسمع الاختيارات ويسكت، محدش بيتنيه يعاتب المدرب لحد دلوقتي. هو فكره ودماغه وخطته، يا عم مالكش دعوه، يلعب زي ما هو يلعب. هو ما بيحبش يلعب براس حرب رقم 9، انت مالك؟ هو يلعب زي ما هو يلعب بقى، فانت مالكش دعوه. بس وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. السلام عليكم.